يتشاجرن على المباشر. يعني والله ما يحدث اليوم داخل قبة البرلمان يعني غريب جدا. نلاحظ نساء من يعني بين من نواب حزب العمال. نلاحظ النائبة نادية شويتر مع نائبة من حزب جبهة التحرير الوطني يتشاجرن. يعني حتى النساء يتشاجرن، الرجال لم يقوموا بهذا، بل نشاهد النساء يتشاجرن بالأيادي. الشراب جريتوا حق الشعب وسختونا فنان. إلا ريزون وسختونا فنان. إلا ريزون كان مينيستر كوروبي داروكم بالنساء، داروكم الشكارة يا رخاص. سي شريف عنده الحق، عنده الحق، لا عنده الحق. إلا ريزون إلا ريزون خلينا نربح هذه. إلا ريزون صورتي لي مينيستر وسخوا الحزب، وسخوا يسمي البنك، يسمي البنك كونتر لو بارتي. الحزب يحبوا الشعب، وسخوه وزاره موسخين، وزاره تاع رشوه، جاوا بدون حق، ما عندهم حتى علاقه بالحزب. انظروا، اذا يبدو حتى ان حزب العمال، نواب حزب العمال صعدوا الى اين يجلس رئيس المجلس الشعبي الوطني. اذا رئيس المجلس الشعبي الوطني هو محاصر برجال الامن من الحرس الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. غير هذا مقرية اللجنة تواصل الدراسة بصورة عادية وكأنه لا يحدث شيء أمامها وحولها. إذا قلت هذه صورة من صور الديمقراطية ننقلها لكم من المجلس الشعبي الوطني مباشرة. إذا كما تشاهدون عبر شاشة إحدى شاشات المجلس الشعبي الوطني ظهور. إذا نلاحظ أيضا علم الجزائر مرفوع. انظروا، إذا صعدوا نواب تكتل الجزائر الخضراء، نواب حزب العمال صعدوا إلى المنصة الرسمية التي يوجد فيها الرجل الثالث في الدولة السيد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني. انظروا على المباشر، انظروا تحت تصفيقات نواب الموالاة الذين يعني يصفقون. انظروا حالة تجاذب، هناك مناوشات كلامية على المنصة. انظروا إذا هناك نائبة عن جبهة التحرير الوطني نورة داود يعني تطالب بدخول رئيسة الأمين العام لحزب العمال لويزا حنون وحضورها. فنحن نلاحظ في الصورة كما تشاهدون في هذا النقل المباشر التي يأتيكم مباشرة لحظة بلحظة. كما تشاهدون هناك نواب من الأفلان بما فيهم رئيس الكتلة البرلمانية السيد محمد جميع يحاول تهدئة الوضع. إذا حدوث مناوشات كلامية بين النواب أمام أعين الحكومة، أمام أعين الجهاز التنفيذي. حضور أكثر من سبعة وزراء من مختلف القطاعات. انظروا مناوشة كلامية بين نائبة ونائب عن حزب العمال السيد رمضان تعزيبت. إذا أعيد وأكرر أن تلفزيون النهار ينقل لكم في هذا المباشر كل ما يحدث داخل قبة البرلمان. نلاحظ إذا مناوشات ربما أنها تتصاعد إلى مناوشات بالأيادي وهذا خطير. على ما يبدو أن رئيس المجلس الشعبي الوطني يحاول تهدئة الوضع من أجل مواصلة دراسة مقترحات التعديل. نعم، إذن
هكذا حتى النساء، حتى النائبات يعني نساء يتشاجرن على المباشر. يعني والله ما يحدث اليوم داخل قبة البرلمان يعني غريب جدا. نلاحظ نساء من يعني بين نواب حزب العمال، نلاحظ النائبة نادية شويتر مع نائبة من حزب جبهة التحرير الوطني يتشاجرن. يعني حتى النساء يتشاجرن، الرجال لم يقوموا بهذا، بل نشاهد النساء يتشاجرن بالأيادي. طوابير لا تنتهي حتى قبل فتح المحل من الرجال والنساء في انتظار اقتناء كيس من الحليب في مشهد محير وغريب. محسوب كل يوم هاك تشوف الشعب، الناس مخليه خدمتها على عجل الحليب، وضروري يعني حاجه ضروريه. 50 سنه استقلال جزائريين، تشوفوا كيف مكفرين على الحليب. ولقيت الغش مكفر على الحليب، راني ما قدرتش ولدي، راني مريضه وسايبي مريض وعايش باليكوس، نجي نلقى الغش. هذا الحليب ديما نلقى عنده الغش. وانا عنده دري صار واش يدير له؟ يخليهم يموتوا بلا حليب، يروحوا يتبعوا لحظه غاليه. كل صباح احنا نديروا لاشين على الحليب، ما كانش الحليب هذا راح يولي كي شغل كي العسل عندنا احنا في ولايه عنابه. أزمة الحليب ازدادت تفاقما في الفترة الأخيرة، والوزارة المعنية مطالبة بإيجاد الحلول لهذا الواقع المشلول. المشكلة الحليب في عنابة اسباب الاولاني ما كونتر على وزير التجاره، من جات وزير التجاره وحب ينظم شعبه الحليب تصدوا له ملبنات بقوه. الازمه هذه راهي مشكله من نونالي، وعلاه؟ لان نونالي كي تمد الحليب نورمال تحتم الحليب تاع البقره. نقاط الظل التي تحدث عنها السيد الرئيس تعيش واقعا أقل ما يوصف به أنه تعيس، والمطلوب التعجيل بالإصلاح. لهذا بغيتكم تردوا عليهم في التعليقات، لانهم كيتستروا على هذا الشيء اللي وقع في البرلمان في الجزائر، وما بغاوش انه يوصل الاعلام العالمي والاعلام العربي، لانه ما بغاوش يتفضحوا امام الاعلام العالمي والاعلام العربي، وما بغاوش يعني العالم يجيب لهم الاخبار لهذا الشيء اللي وقع لهم في البرلمان في الجزائر. لهذا بغيتكم كاملين توصلوا هذا الفيديو لاكثر عدد قدرتوا عليه من اللايكات باش نطلعوا هذا الفيديو ويوصل لجميع الناس في اي مكان في العالم باش يدخلوا عليه ويعرفوا الحقيقه ديال الكبرانات، الحقيقه ديال هذا النظام العسكري الجزائري الفاسد. يعني كما شفتوا الاوضاع الكارثيه اللي وصلت لها الجزائر بسبب هذا النظام العسكري الجزائري الفاسد، النظام الفاشل، الكبرانات، تبون والشنقريحه. كما شفتوا الخوت يعني صداع نايضه ديال بصح في البرلمان في الجزائر، والاعلام الجزائري عوض انه يدوي على هذا الشيء ويحاسب الكبرانات على هذه الكارثه اللي وصلت لها الجزائر بسببهم. مقابلين غير المغرب دار لا هناك مؤامره لا هناك كولاسه لا المغرب كيتحكم. المهم هذا الشيء اللي مقابلين يعني وكيحاولوا انهم يخفيوا الفضائح ديالهم والكوارث ديالهم بحال الكارثه اللي وقعت كما قلت لكم في البرلمان في الجزائر. وهذا الشيء الخوت ما بغاوش هما يوصلوا للاعلام العالمي وكيخفيوا حتى على الشعب الجزائري اللي كيعاني من الطوابير واللي كيعاني من الفقر الشديد. لهذا كما قلت لكم بغيتكم كاملين في هذا الفيديو، خصوصا هذا الفيديو هذا بغيتكم تطلعوه باللايكات، تكتبوا فيه بزاف ديال التعليقات وتوصلوا لاكثر من 10 لايك باش نفتحوا اصابه الكبرانات امام الاعلام العالمي.